السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نجاوب على بعض التساؤلات اللي كيجيوني في البريفي على حساب واحد السيده كان وقع لها مشكل مع الحريفي ديالها، كان صاوب لها الكوزينه ودرت معاه زعما دار معاه الكوزينه كامله. وفي الاخر قال لها بلي راه خص لي زاكسيسوار انهم تخلصهم هي، بحال لي شارنير بحال الكوليس بحال الكوليس الفيران، كل اي حاجه عندها علاقه بالاكسسوار. سولتني من وجهة نظري ديالي زعما انايا كيفاش زعما كنشوف هذا الشيء هذا، واش عنده الحق ولا ما عندوش الحق. انا الصراحه غادي نكون محايد في هذه القضيه هذه من التجارب ديالي في المحل ومن يعني التجارب اللي عندي والمعلومات اللي عندي، انه لي زاكسيسوار ديال الكوزينه ولا ديال الدريسينغ ولا اي حاجه عندها علاقه بالخشب، لي بواني القفال ولا اي حاجه، من الافضل تاخذوهم لراسكم. يعني ما تخلوش الحريفي هو يشري لكم داك الشيء اللي بغا، ولا حيت هو هذا الشيء هذا ما بقاش كما كان قبل. يمكن بزاف الانواع في هذا الشيء، مثلا غير لي شارنير هادو يكون فيهم انواع بزاف، من 4 دراهم حتى ل 45 درهم ولا 35 درهم، وكل حاجه عندها الجوده ديالها، وكل حاجه عندها المده اللي شحال ديال المده كدوز في البلاكارات ولا في البيبان اللي كترز دغيا اللي كتصبر بزاف. وهذا الشيء ما يقدرش يشري الحريفي ياخذ لك بيزاكرا ب 45 درهم ويخلي بيزاكرا ديال 4 دراهم. من الاحسن لا تولي تاخذوها نتوما لراسكم، يعني تاخذوا داكشي اللي بغيتو على حسب الثمن اللي بغيتو وعلى حسب الاختيار ديالكم نتوما. كتخلوا الحريفي هو يبقى عليه الخشب ولا على حسب الحريفي، واش حريفي ديال الالومنيوم ولا ديال المهم هو معاه على حسب السلعه ديالو، هو مثلا الام دي اف ولا الخشب ولا الالومنيوم ولا البي في سي. الاكسسوار كيكتب لكم لا ليست ديال السلعه اللي خاصه، خاصو تاع الشارنير، شحال خاصو تاع الكوليس، شحال خاصو ديال البونيات، شحال خاصو ديال اي حاجه عندها علاقه بالكوزينه، لي بورتي بيس ولا اي حاجه عندها علاقه بالاكسسوار. ثم كتجوا للمحل تشوفوا داكشي اللي بغيتو، تاخذوا داكشي اللي بغيتو بالجوده اللي بغيتو. هادشي نيت راه كيكون فيه انواع بزاف، يعني الواحد يعرف فين كيمشي وفين كيتقدى، لان كاين بزاف الانواع الحوايج الحاجات كيتشابهوا، كتلقى حاجه بحال حاجه والاثمنه مختلفه. وهذا الشيء اللي كاين شويه الثقه وشويه الوضوح، وهذا الشيء اللي كاين. نقدر نكون جاوبت على هذا السؤال اللي تعطاني بواحد الطريقه اللي هي مزيانه وعلى حسب المعلومات اللي عندي، وكنظن هذه هي الطريقه الصحيحه ديال الخدمه. وتبارك الله عليكم والسلام عليكم، ان شاء الله نتشوفوا فيديو اخر جديد، والسلام عليكم.